لما تحبي تعملي مخبوزات تكون هشة وعجينتها زي القطن بمعنى الكلمة، وفي نفس الوقت تقدري تغيري في حشواتها وكمان تنفع فطار أو عشاء، يبقى لازم تكون خلية النحل. هعملها معاكم بأسهل طريقة ليها، والنتيجة بجد هتبهرك. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا على الطريقة. هنحتاج أول حاجة نص كيلو دقيق نزلت عليه برشة خفيفة من الملح، معلقتين كبار مليانين من السكر، معلقتين كبار مليانين من اللبن البودر، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة مليانة من الخميرة الفورية. قلبت المكونات الجافة كويس، وبعد كده نزلت عليها بمعلقة كبيرة من الخل وفنجان صغير من الزيت وقلبتهم تاني. ودلوقتي معايا مية دافية للعجن، نزلت بالمية شوية بشوية زي ما انتوا شايفين لحد ما العجينة لمت معايا تماما ومبقاش فيه اي بقايا للدقيق في البولة. وقتها هسيب المية وهعجن حوالي 10 دقايق. بقت العجينة معايا طرية بالشكل ده. انا وقتها كان ممكن ازود معلقتين دقيق، بس انا مش عايزة كده، انا عايزة العجينة تكون طرية. فبعد ما عجنتها كويس بدأت ألم العجينة بمسحة زيت زي ما انتوا شايفين كده. العجينة بقت معايا مطاطية وناعمة وطرية قوي. هو ده قوام العجينة اللي انا عايزاه، تكون طرية وبتلزق سنة. غطيتها وسبتها تخمر من ساعة لساعة ونص، وده كان شكلها بعد ما خمرت. هبدأ اعملها كده على شكل اسطوانة واقطعها بالطول بالشكل ده، وكل جزء قطعته هقطعه حوالي 2 أو 3. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو البيج لو بتشوفيني على الفيسبوك أو التيك توك. وبعد كده همسك واحدة واحدة أعملها كورة بالشكل ده، وابدأ افتحها واحط فيها اي حشوة جبنة انتي عايزاها. انا بفضل اعملها بالجبنة البيضة، ممكن تعمليها جبنة بيضة او ميكس جبن، او ممكن تعمليها مربى، او ممكن تعمليها شوكولاتة، يعني براحتك. الحشوة دي ترجع لك انتي. جبت صينية ودهنتها فرشة زيت وبدأت ارص فيها الكور بالشكل ده. بسيب مسافة صغيرة قوي ما بين الكورة والتانية، حوالي نص سنتي، لان هي لسه لما ترتاح حجمها بيزيد وبتتضاعف. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة. انا هنا خلصت كل الكمية، غطيتها وسبتها ترتاح حوالي نص ساعة. ده بقى شكلها بعد ما ارتاح، شوف حجمها اتضاعف ازاي. دهنتها فرشة لبن، وعلى الوش رشة سمسم وحبة البركة. كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، كنت منزلة الشبكة على اول رف من تحت، وبعد كده دخلتها الفرن لحد ما تاخد اللون الذهبي من تحت، وبعد كده شغلت لها الشواية علشان تاخد اللون الذهبي المظبوط اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، وهتطلع معايا بالجمال ده. سبتها تبرد شويه وبعد كده نقلتها في طبق تاني. بحط عليها شربات او حليب محلى مكثف لما ببقى حاشيها مربى او بالشوكولاته، لكن لما ببقى عاملاها بالجبنه بحب اسيبها كده علشان بتبقى حلوه قوي مع الشاي او الشاي بلبن. انا مهما اقول لكم ان العجينه طالعه عامله ازاي وخفيفه ازاي واسفنجيه ازاي، انتوا مش هتصدقوا. العجينه قطنيه يا جماعه، الحشوه مظبوطه جدا، السوا مظبوط جدا، العجينه طعمها رهيب، خفيفه قوي بجد، من انجح المعجنات اللي ممكن تعمليها وتنجح معاكي من اول مره. اخف من اي معجنات ممكن تعمليها. عجينه انت مش حاسه ان انت بتاكلي عجينه اصلا، انت حاسه ان انت بتاكلي قطن. بجد خفيفه قوي، يعني تهيالي الفيديو مش موضح اللي انا هقوله. اتمنى ان انت تجربيها علشان تشوفي النتيجه بنفسك، وهتعجبك قوي. ممكن تغيري في الحشوه زي ما انت عايزه. وبس كده، ودي كانت فكره الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديده ان شاء الله تنال اعجابكم. واخيرا ما تنسوش اللايك والشير.